اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم الفراخ المشوية اللي كنا متبلينها مع بعض بالتتبيلة الرهيبة الجميلة. يلا بينا نشوفها هتتعمل ازاي ومكوناتها ايه وطريقتها هتطلع معاكم ايه. لا تتخيلوا قد ايه هي جميلة ورهيبة وروعة بمعنى كلمة روعة. يلا بينا نشوفها ونشوف. ادي فراخنا دي حطيت عليها 3 معالق صلصة، حطيت بابريكا، ملح وفلفل، بهارات صويا صوص، جبس الرمان، وحطيت معاهم بصلاية مبشورة ناعم جدا وملح وفلفل اسود، وتبلتهم وسبتهم ليلة كاملة في قلب التلاجة وطلعتهم حطيتهم على الشواية بتاعتي فرخة فرخة كده وبدأت أشويها. الفرخة بتستوي على كل اتجاه نص ساعة. هنحط تلت ساعة كده وتلت ساعة كده ونرجع تاني 10 دقايق. 10 دقايق كده و10 دقايق كده. ممكن تزيد شوية لتبقى لساعة الربع، لساعة وربع، بس بتطلع رهيبة يا بنات وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. والصوص بتاعها بقى بينزل يدخن مع النار. بصوا بيبقى الطعم بقى ما اقولكمش احلى ما تجيبيها من بره. تتبيله روعه جدا ورهيبه، مكوناتها جميله رهيبه جدا، الطعم بتاعها حكايه الحكايه، بس ما اقولكمش على الجمال والروعه اللي هي فيه. قد ايه هي رهيبه. هنتنوا ماشيين مع بعض كده مرحله مرحله واحنا بنشوي. انا هشوي كذا واحده عشان كده ايه هتلاقوا ايه نفس النتيجه كده معايا. وكل ما اجي اقلب انا بوريها لكم. بصوا بقى انا جيت اهو بعد 10 دقايق اشوفها لقيتها لسه زي ما هي. ما تغيرش فيها حاجه. قلت بقى خلاص يلا خليها تكمل كمان ال20 دقيقه، هي 20 دقيقه. انا قلت هتن متابعه معاكم الشوي عشان اقول لكم على كل التريكات، وعشان خاطر ما تبهدلوش الفرخه بتاعتكم. اول حاجه اللي هتشوها عشان تبقى طعمها طري كده وجميل. خلينا ماشيين مع بعض واحده واحده. خليكوا كده متمتعين وشايفين معايا المنظر الرهيب ده. قد ايه قد ايه هو. ولا الريحة يا بنات ما اقولكمش، تتبيلتها روعة جدا جدا جدا. بصوا انا بوريكم اهو، انا بمسك كده واوريكم بدأت تخش في السوا. ازاي يعني تشوفوا، ازاي تعرفوا، ازاي تتابعوا الحاجة بتاعتكم برضو هنا من عند الفتحة. تابعي بصي، لا ما شاء الله ما شاء الله استوت. هي بس فاضل لها من الناحية التانية. هتاخد ال10 دقايق بتاعتها وهطلعها، وبعد ما اطلعها احط ايه اختها التانية. وهندنوا ماشيين معاكم واحدة واحدة. ما شاء الله بصوا من جوه ابيض ازاي وجميل. يا جماله يا جماله يا جماله. بصراحة روعة، قمة في الروعة والجمال. الريحة طيبة 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 قد ما تقولوا. اعملي بقى جنبيها، حطي الكاتشب، حطي المايونيز لولادك، واعملي كاتشب على مايونيز على خيار على شوية بهارات كده وشوية مستردة. هتعملي كده ايه صوص جميل جدا. وكمان اعملي سلطة الطحينة، بصراحة رهيبة جدا. بتحب كده الصوصات جنبيها تاكلي منها ما تشبعيش. بصوا انا ايه بنضف مكان السلكة كده مكان الفرخة اللي شلتها، وهرجع احط فرخة تانية. طب انا قايله لكم انا هحط ايه، هعمل اكتر من فرخة، فعشان كده ايه بوريكم انه لازم تنضفوا بين كل فرخة وفرخة. ما تخلوش اي حاجة عشان ما تعملش شياط من قبل ما تستوي في الفرخة التانية. ساعات كده باخد السلكة كمان على الحوض وبجوانتي كده ضد السخونية، وتمسكي السلكة وتسلكيها بسلكة المواعين تنضفيها. حطيتها كده معاكو انا ايه سهيت عنها كده 30 دقيقة، بس برضو ما شاء الله جميلة. هعملها بقى 30 دقيقة على الناحية التانية عشان تبقى ساعة، بس هما خدوا انا قلت لكم زيادة ساعة وربع. بس بصوا بقى ما شاء الله تبارك الله روعة، قمة في الجمال والروعة والطعم والريحة. الدنيا ايه رهيبة 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 وجميلة جدا. ما شاء الله تبارك الله، والله ريحتها يا بنات جميلة جدا. وجرنشيها بقى شوية جزر شوية خيار شوية كده ايه الحاجات اللي هنستخدمها وتحلي معانا الشوي وتخلي الطعم بتاعه رهيب وجميل.
وما تنسوش تقولولي ايه رأيكم فيها في التتبيلة بعد ما تجربوها. قولي لي انتوا بتتابعوني منين، واترككم في رعاية الله وامنه، تحت امركم في اي طلب تطلبوه. باي باي.